الولد شاف بنت بتقفز من فوق الجرف. جري بأقصى سرعته علشان ينقذها، لكن فجأة اختفت. صاحبته مسكته علشان ما يقعش، وفجأة البنت ظهرت تاني دخلت كهف في الناحية التانية، وكان لازم هما كمان يعدوا علشان يشتركوا في بطولة لفنون الدفاع عن النفس. الطريق اللي قدامهم كان عرضه حوالي 100 متر، والولد كان متردد جدا وخايف يعدي، بس صاحبته مسكت إيده بكل قوتها. ولما وصلوا لنص الطريق لقوا سلاسل حديد متعلقة لازم يمشوا عليها. الولد مسك في واحدة منها، وصاحبته بدأت تمشي على سلسلة علشان توصل، لكن واحد من المتسابقين ضايقها فوقعت واتمسكت في السلسلة. ولحسن حظهم كان في واحد لابس جزمة طايرة بيطير في الهواء، مسك البنت وساعدها توصل للناحية التانية. الولد بدأ يمشي على السلسلة حبة بحبة وهو متشعلق فيها، وكل المتسابقين بيستخدموا قوتهم علشان يعدوا. هو كان مستغرب جدا من اللي بيحصل، بس فضل ماسك في السلسلة وبيزحف لحد ما وصل للناحية التانية. أول ما رجله لمست الأرض كانت بترتعش من الخوف، لكنه كمل لقدام، وهناك شاف حاجة مبهرة: مدينة كاملة وأرض شكلها مذهل.